هو فعلا مستشفى السعودي الألماني ما بتقبلش إلا طلاب كلية تمريض؟ السؤال هنا قصده يعني لو أنا في معهد هينفع أقدم في مستشفى السعودي الألماني؟ مستشفى السعودي الألماني اسم مستشفى خاصة عملت لنفسها اسم، يعني زيها مش زي أي مستشفى تانية. يعني في مستشفيات خاصة ممكن وانت في سنة أولى بتشتغل فيها، لكن السعودي الألماني مش هتقبل أي حد حتى لو طالب خريج كلية تمريض. لازم يبقى فيه مؤهلات معينة تدخل بيها أو تستعد بيها عشان تقدم في السعودي الألماني، ودي هنعمل لها حلقة خاصة لأن فيها حاجات كتيرة. فلو انت ناوي على السعودي الألماني لازم بقى تهيئ نفسك للسعودي الألماني وتحط في دماغك إن هي مستشفى خاصة مش زي أي مستشفى.